شنو مرضك ليش؟ قال له والله أنا في يوم من أنا أشتغل عامل بنة، أجيب أجرتي وناكلها مصروف أنا وأمي. فرد يوم من الأيام جاي أشتغل بالولاية، وإجا المنادي ينادي أيها الناس غضوا أبصاركم هذه بنت الملك جاي تمر. يقول هذا اللي قاعد وهذا اللي دار وجه الحائط وشيء، أنا شوي خليت إيدي على وجهي، لما تعدت بنت الملك شوي فتحت عيني شفتها، وإذا بها جميلة شغفت بحبها وقع حبها في قلبي. ومن ذاك اليوم لهاليوم أنا لا أقدر أشتغل، لا أقدر أعمل، ما ببالي غير بس بنت الملك. أنا فقر أخاف أروح أخطبها، الملك يطردني، أنا كذا كذا. عيسى عليه السلام قال له إيه أنا أساعدك. شلون تساعدني؟ قال له أولا لا يأس مع الحياة، هذا أول درس. لا تأيس، تفقد عزيز لا تأيس، تخسر تجارة لا تأيس، تصير تنطلب فلوس لا تأيس، يصير عندك فرد لا سمح الله وعكة صحية نستجير بالله وإياكم لا تأيس، لازم عجلة الحياة تستمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله موجودة، لا تأيس، توكل على الله وقوم. قام هذا الشاب. اختصر شو وقت يا الملك؟ قال الملك عنده فلان يوم الناس تطب عليه تشوفه. راحوا بفلان يوم، الناس تلزم سرة تسلم على الملك. اجا صاحبنا لزم سرة، قال له طب للملك اخطب بنتك. سمع كلام عيسى، اجا هذا الشاب وصل للسرة، سلم على الملك. الملك قال له تفضل. قال له والله انا مو بس جاي اسلم عليك. شنو؟ قال له جاي اطلب القرب منك. قال له كيف؟ قال له جاي اخطب بنتك الوحيدة. الملك باوع عليه، شكله مو مريخ، يخطب بنتي؟ شنو انت تخطب بنتي؟ اكو وزير بصفه، دكتور علي الوردي يسميهم وعاظ السلاطين. وعاظ السلاطين شوف مهلكة هدام وغير هدام بسبب عزة الدوري وهالشكولات الداير مدايرة. هسه ربعنا الظاهر هم عندهم كل واحد داير مدايرة نفس الحاشية اللي جاي يطيحون بحظهم. شوف دائما ذولا الحاشية، اعوذ بالله من الحاشية. صدام ايش مدري الواد يمكن لها تكرهه، يطبون عليه جماعة يقولون صعد للشمس لبسها تراجيها، ايش مدري؟ يدري؟ يدري. الحاشية يقولوا له انت اله عند الناس، الحاشية هي اللي تمشي. هسه جماعتنا هم حاشية. سقلها صدام كانوا الحاشية غربة، عزة الدوري وطه ياسين رمضان وطارق عزيز دولة غربة بالله. بس ربعنا قاموا كله خالتي وبنت خالتي، انا ونسيبي وكذا. تطب للوزاره ابويا يمن الحكي، قالوا الوزير هيجي بس طنطل. ابويا كان يمن الشغل، قالوا نسيبه كل الزين. ابويا وهاي الوزاره يمن، قالوا والله هذا اخو الوزير هنا يلعب شاطي باطي. ابويا وذيك الوزاره قالوا والله ابن الوزير. وهذيك من اخوان نسبان مقولين رحمه، قول نسيب ولا تقول اخو بالوزارات هسه. اي والله وداعتكم ترى ما جاي احكيكم، يعني ممكن تضحك لانه هو شر البليه ما يضحك. نسبان الوزراء لاعبين طوبة، وإذا أنت نسيب رئيس الوزراء ويل لمن كفره النمرود بعد شكو، تصير شريك بالكعكة وداعتك. الله يهلك كل من يريد بهذا الشعب سوء بجاه هاي ليالي شهر رمضان. ايه المهم، فالوزير اللي كان قاعد بصف الملك كان وزير عاقل مو وزير تافه. الملك التفت للوزير قال له ما تقول لي هذا شلون تريدني اقتله بيا صوره؟ الوزير قال له ليش؟ قال له شوف هذا المهتلف جاي يخطب بنتي. قال له ولا يخطب بنتك مو معناها تقتله. قال له شو اسوي له؟ قال له هذا انسان عنده كرامه، انت اشتري كرامته. مثلا انت تشوفه هو ما يقدر يدبر ال1000 دينار، قل له انا اريد مهر بنتي 10,000 دينار وخلي اطلع منها بحيله شرعيه وبادب وخلي يروح. ليش تكسر خاطره؟ الملك التفت له قال له انت جاي تخطب بنتي وانت بكامل قواك العقليه؟ قال له نعم. قال له بس مهر بنتي هواي عليك. قال له شنو مهر بنتك؟ قال له انا اريد مهر بنتي 10 نياق محمله بالذهب، اذا دبرتهن هاي بنتي قدامك، ما دبرتهن الله وياك. هذا عامل بنا قولتهن هو يقول للدينار استريح، انه بتعال جيب لي 10 نياق ذهب. طلع برا فتش بالسمو فتش بالقاع، تلقاه عيسى عليه السلام قال له ها؟ قال له مو قلت لك ما اطب؟ قال ليش؟ قال له طلب مني هالقد. قال له يلا عيسى امشي امشي، انا نبي امشي. ما ادري هذا نبي. راح وياه
شو اسوي؟ قال له روح جيب استأجر لي 10 نياق. راح أجر، جابهن وقفهن واحدة ورا واحدة، سواهن قطار. هذا القطار الحديدي مستخرج من قطار الإبل، هذاك اليوم كانوا يوقفون الإبل واحدة قدام واحدة يصير قطار يسموه. المهم سواهن قطار. عيسى قال لي يلا جيب لك مسحاك كركشي، جاب قال لي يلا حمل تراب وخلي على ظهور البعران. أجلكم الله. قام يشيل تراب ويخليه ترسن 10. عيسى عليه السلام قال له وخر شوية كلمات دعاء إلى الله. قام يجي عيسى يمر على التراب، يمرر إيده يتحول التراب إلى ذهب بإذن الله. تفضل هذا المهر مال بنت الملك، يلا هذني 10 نياق وروح قل له اعطيني بنتك غصبا عليك. اجى هذا صاحبنا عامل البناية جاب ال10 نياق، طب على الملك قال له تفضل جلالة الملك. منين جبت ما منين؟ قال له انت طلبت مهر وهذا انا المهر جبته لك. بعد خو الملك صار امام الامر الواقع، زوج بنته. الملك هم شايب كبير، قوله تهنى الحلقة الأخيرة يريد يموت. قال له الصبحة مو عندنا العم مرات يتصل حلبته، قال له انت الصبحة مالتك انا ابن ما عندي بس هاي البنت، هديتك الصبح ولاية العهد مال المملكة إلك. سبحان الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل. بطل التحرير القومي 37 سنة مدمر أهل لا إله إلا الله، طلعوه من الحفرة. وهذا عامل البناية، عامل بناية نايم ويرجف، الله دز له نبي سواه ملك، صار ولي عهد. 2 3 على ولاية العهد مات الملك. من صار الملك؟ تؤتي الملك من تشاء، صار هو الملك. ما صار هو الملك، التفت عيسى عليه السلام قال له خلاص أنا وفيت بوعدي وياك وأنا في أمان الله. قال له أوقف تعال، شنو في أمان الله؟ أنت اللي قدرت تسوي لي هاي الأمور، حولتني من عامل بنا إلى ملك، جبت لي 10 نياق من الذهب. أشو أنا فايتتني أشوفك أنت. هو ليش اسمه المسيح؟ لأنه كان يرتدي المسوح أحبتي. المسوح يعني الصوف الخشن. أشو أنت سويتني ملك وأنت لابس مسوح خشن، ليش؟ قال له لأن أنا ما أدور على هذني ملات الدنيا، أنا أدور مالات الدين، مالات الله. أنا نبي الله عيسى وأنا مأواي في مستقر رحمة ربي. لما طلع هذا استحى من نفس الشاب، شال تاج الملك، ذب قال لهم شوفوا للشعب، شوفوا لكم ملك غيري، وركض خلف عيسى وضع يده بيده. ليش عفت مملكتك؟ قال له أنا مثلك أريد أطلق الدنيا وأحتضن الآخرة. قال له أحسنت في الاختيار، يلا تعال امشي وياي. هذا أول حواري من حواريي عيسى، 12 واحد. هاي قصته. لما اجى بي قال له أنت أحسن شيء اختاريت طريق الآخرة مو طريق الدنيا. قال له كيف؟ قال له تعال خلي أراويك اللي اختاروا طريق الدنيا ايش صار بيهم. اجى لقى 2 مجطلين وصاحبه أبو السبائك وياهم. قال له ذولا إني لأعجب من الذين تشبثوا بحبائل الدنيا وهن رثاث. فصيام العموم إخواني أو صوم العموم، الإنسان يبقى عنده شغف بالدنيا، يبقى متعلق بالدنيا. هذا صوم لا يسمن ولا أبدا، كل شيء ما ولا يشبع، ما بفائدة. الصوم الثاني يسموه صوم الخصوص. هذا صوم الخصوص يفرض رقابة على الجوارح، بحيث إذا تمر عليه معصية من المعاصي يستجير بالله ويقول اللهم إني صائم. ومن قال في نهار الصوم اللهم إني صائم دخل في حصن الله أمانا من الشيطان الرجيم. اللهم إني صائم. ليش؟ لأنه يجنب المفطرات، يفرض رقابة، سياج، حصن من التقوى على ذاته أو على نفسه. لأنه المفطرات مشكلة. المفطرات عندنا بالشارع المقدس جماعة من الفقهاء يقولون المفطرات 9، وجماعة يقولون 12. هسه مثلا وحدة من ذن المفطرات النظر إلى الحرام أو النظر بشهوة. هو النظر بشهوة أصلا بالأيام الاعتيادية هو حرام، فما بالك بشهر رمضان. ألا ومن ملأ عينه من النظر إلى الحرام ملأ الله عينه يوم القيامة بجمر جهنم. شنو جمر جهنم؟ انت شايف إذا قطعة قشاية مال خشب صغيرة تطب بعينك تأرقك لو ما تأرقك. إذا شوية برادة مال حديد طبت بعينك تخليك تنام تهدأ.
فكيف بجهنم؟ وشلون جهنم اللي يصورها الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه؟ يقول جهنم لو سقطت حلقة من حلقات جهنم على الأرض لأبادتها بأهلها. حلقة من حلقات جهنم تبيد الأرض بأهلها. أنت ليش تروح الجهنم؟ الآن بالدنيا أكو بعض كواكب ما قدر العلم الحديث إيش قد وصل للفلك، وعرف الشهب وعرف النيازك وموعد رأس السنة القمرية وعرف النجوم والمجرات وإلى آخره، كل عرفن. لكن أكو بعض كواكب لحد الآن العلم ما قدر يوصلهن، لأن وكالة ناسا الفضائية تقدر درجة الحرارة على ظهر ذلك الكوكب تقدير وليس تأكيد 20 مليون درجة مئوية. 20 مليون. تعرف شنو 20 مليون ولا لا؟